السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي النصر السعودي حوالين العالم. انتهت قبل قليل مباراة النصر والاتحاد في إطار منافسات بطولة السوبر السعودي، وفاز النصر بنتيجة مستحقة 2-1 بأداء وبنتيجة وبمستوى مبهر وبلمسة واضحة جدا جدا للمدرب خيسوس. وأعتقد أن الفوز بتاع النهاردة هو هدية من خيسوس للجماهير النصراوية اللي تقريبا كانت نسيت البطولات او نسيت الفوز. مباراة صعبة جدا جدا، مباراة لحد اللحظات الاخيرة كان ممكن نادي الاتحاد يسجل هدف التعادل وندخل بقى في المرار بتاع الاشواط الاضافية او ركلات الجزاء. يمكن اكتر ملحوظة على مباراة النهاردة ان النصر استطاع ان يفوز على نادي الاتحاد وهو ناقص عدديا. نقول تاني، حالة الطرد لساديو ماني النهاردة في الشوط الأول من المباراة في الدقيقة 25 حالة أولا طبعا ظالمة جدا جدا. ساديو ماني ما يستاهلش الطرد ولا يستحق الطرد. هو لمس الكرة بدراعه؟ لا، ده بصدره. ولما دخل على حارس المرمى بتاع الاتحاد يعني الاصطدام ما كانش يستاهل حالة طرد، ولكن للأمانة يحسب لساديو ماني أنه لم يعترض، وأنه بكل أدب وبكل احترام خرج بره الملعب وقعد على دكة البدلاء. من أهم اللقطات في مباراة النهاردة ما قدمه كريستيانو رونالدو ولمسته في الهدف الأول من المباراة، وإن إزاي مرر الكورة للاعب جواو فيليكس بكل يعني بكل قوة وبكل عدم أنانية. يعني كريستيانو النهاردة ضرب المثل في عدم الأنانية وأعطى الفرصة لمواطنه جواو فيليكس. من أكتر الحاجات المتميزة النهاردة لمسة كومان الواضحة جدا. كومان حتى اللي لاحظ منكم في المباراة في الشوط الثاني كان خلاص هيخرج في الدقيقة 65، ولكن كده في اللحظات الأخيرة قرر خيسوس مدرب النصر واللي كانت لمسته النهارده واضحه جدا ان هو يخلي كومان يلعب كمان دقيقتين من كومان لهم عامل السحر بكل تاكيد. النهارده نادي النصر لعب في تشكيلته في حراسه المرمى ببنتو، امامه كلا من ايمن يحيى ومارتينيز ومحمد سميكان، واللي النهارده هو رجل المباراه. مع احترامنا لفيليكس، مع احترامنا لبروزوفيتش ايضا، ولكن محمد سميكان النهارده كان المحور، كان اللي بيقطع الكوره، كان السبب في كل الهجمات المرتده، كان عامل قلق لنادي الاتحاد السعودي اللي النهارده كان متواضعا للغايه. نادي الاتحاد محتاج اعاده ضبط مصنع من الاخر. اللي شاف الماتش النهارده ما يقدرش يقول هو ده الاتحاد، هو ده نادي الاتحاد اللي احنا مستنيينه، هو ده نادي الاتحاد اللي قاعد يتمرن وقاعد يلعب وقاعد يعمل مباريات ودية. ويمكن نادي الاتحاد هو النادي الوحيد اللي كان مخطط من البداية لمعسكرين في اسبانيا والبرتغال. انا ما شفتش النهاردة اي تأثير لاي معسكرات للأمانة. كمان لعب نادي النصر النهارده بنواف بوشل، امامهم ساديو ماني، بروزوفيتش، عبد الله الخيبري وكينغسلي كومان وجواو فيليكس، وامامه كريستيانو رونالدو مهاجم صريح. نقاط كتيره جدا في مباراه النهارده، ولكن بالنسبه للاحصائيات، احصائيات المباراه النهارده لصالح الاتحاد فيما عدا التسديدات بشكل عام، مش حتى التسديدات على المرمى، لا التسديدات عامة. تسديدات النصر 15 مقابل 10 للاتحاد، تسديدات النصر على المرمى 3 مقابل 3 للاتحاد. الاستحواذ 65% للاتحاد مقابل 35% للنصر. التمريرات 489 للاتحاد مقابل 266 للنصر. دقة التمرير 88% للاتحاد مقابل 83% للنصر. 10 أخطاء على النصر مقابل 17 على الاتحاد. البطاقات الصفراء 2 على
نادي النصر، والبطاقات الحمراء بطاقة حمراء وحيدة، وطبعا التسللات 2 على النصر، والضربات الركنية 6 للنصر مقابل 4 للاتحاد. تعالوا بقى نشوف إجمالي ما حدث من أداء ومن لمسات لنادي النصر في الشوط الأول والشوط الثاني. يمكن النهاردة نادي النصر دخل المباراة وهو مسيطر بأقل مجهود، كان قادر يربك حسابات نادي الاتحاد بشكل يخليني أستغرب إن إزاي النصر بعد هذا الموسم الطويل في الدوري السعودي، وبعد المشاكل في دوري أبطال آسيا، وبعد الموسم الصفري، قادر إن هو يعود من جديد. طبعا صفقات النصر تأثيرها واضح جدا جدا. مارتينيز النهاردة كان أقل تأثيرا، أنا ما شفتوش كتير ليه لمسة واضحة على عكس سوميكان. كريستيانو رونالدو طبعا واضح جدا. جواو فيليكس هو الأخطر، سواء بهدفه اللي سجله أو بهدفه التاني اللي اتلغى، أو سواء بالدوشة. هو عامل دوشة طول ما هو قاعد، لمسته عاملة دوشة، مناكفته، استلامه للكرة المميز جدا جدا، واستغلاله لأنصاف الفرص وتسديداته من بعيد. النهاردة فيليكس عمل كل حاجة تقريبا في الكرة. في الدقيقة 10 هدف أسطوري لساديو ماني للأمانة بعد عرضية من بروزوفيتش لنادي الاتحاد. لمسة خيسيوس من أول لحظة واضحة، ووقفته على خط المرمى كانت مميزة جدا. بكل يعني أسف تعادل على طول نادي الاتحاد بهدف. واضح جدا جدا ان نادي النصر محتاج لحارس مرمى. الكرة دخلت سهلة جدا جدا، كرة ستيفن بيرجوين في الدقيقة 24 طرد لساديو ماني بشكل غير مبرر. انا ما اعرفش هو خد طرد على ايه، وكنت قاعد كده حاطط ايدي على قلبي واقول يا ترى هي النصر هيعمل ايه؟ يعني هيعمل ايه خيسوس مدرب النصر، وهتعمل ايه لعيبة النصر بعد طرد لاعب من اهم اللعيبة وهو ساديو ماني؟ واذ افاجئ باني النصر بيلعب عادي كانه ما اتطردش منه حد. في الدقيقة 40 هجمة نصراوية قوية جدا، ولكن طبعا بواسطة بروزوفيتش، ولكن الحكم حسبها تسلل. في الدقيقة 42 كريستيانو رونالدو سقط كده بطريقة غريبة، ويمكن كريستيانو النهاردة كان مجهدا، او يعني مش عارف هل ينفع نقول ولا لا، بس هو يعني حكم السن. يعني اكتر من كرة النهاردة بتيجي لكريستيانو رونالدو وكان بيسقط على الارض ومش قادر يتعامل مع الكرة كما تعودنا على كريستيانو رونالدو حتى من سنتين فاتوا. في الدقيقة 45 هجمة مرتدة للنصر أثمرت عن ركلة حرة مباشرة وتصدى ليها كريستيانو رونالدو ولكن لم يسجلها. شوط أول جيد جدا للنصر، هدف، محاولات مستمرة، نقص عددي، خروج لساديو ماني، ولكن النصر ما زال مستمرا. بدأ الشوط الثاني تمريرات خاطئة بالجملة من بداية الشوط الثاني، ولكن سرعان ما تماسك النصر. 57 دقيقة 57 كومان تسديدة رهيبة جدا جدا من بعيد وكملها كريستيانو رونالدو. في الدقيقة 63 هدف أول لجواو فيليكس بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو، هدف مثير، مفيش تسلل نهائي. أنا مش عارف الحكم شك إزاي أصلا إن في تسلل وراح للفار، يعني على أي أساس، بأي أساس يكون في تسلل من الأصل؟ يعني أحلى حاجة في الهدف إن كريستيانو رونالدو لم يكن أنانيا وأعطى فرصة لفيليكس لتسجيل هدف رائع وكمان هدف مضمون. لو كان سدد كريستيانو رونالدو مباشرة ما كناش نضمن ان الكرة تدخل في مرمى الاتحاد. دقيقة 65 هدف ثالث للنصر، جواو فيليكس تمريرة من بروزوفيتش ولكن تم إلغاء الهدف ظلما. الدقيقة 72 جواو فيليكس أسطورة الكرة كان فاضي تماما وسجل كرة في القائم بعد ما راوغ حارس مرمى الاتحاد. دخل سلطان الغمان وويسلي سلطان الغنام، وخيسوس أجل التغيير وخلى كومان كده يلعب شوية، يعني دقيقة ولا دقيقتين، 3 دقايق حاجة زي كده.
ويسلي لما دخل جات له فرصه قويه جدا من كريستيانو رونالدو لكن لم يستغلها والجزمه فلتت منه. ازاي رباط الجزمه يفلت منك؟ انا مش عارف. سوميكان طبعا كان النهارده رجل المباراه زي ما بقول لكم، هو وجواو فيليكس مقارنه. دقيقه 90 كريستيانو رونالدو خرج ودخل مكانه علي الحسن، وطبعا حفاوه كبيره ولفته طيبه من كريستيانو ان هو راح وسلم على مدربه خيسوس وسلم كمان على لوران بلان. الخناقه اللي حصلت ما بين فيصل الغامدي لاعب الاتحاد وويسلي كانت يعني غير مبرره وانتهت بانذارين، والمفروض ان كره القدم بالنسبه لنا ما فيهاش الكلام ده. يعني المفروض ان كره القدم يبقى فيها يعني سعه صدر اكتر من كده. يعني ده اللي انا اعرفه عن كره القدم. على اي حال مبروك لنادي النصر، هارد لك للاتحاد. الاتحاد محتاج ضبط مصنع، الاتحاد يحتاج الى ضبط مصنع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعلى موعد ان شاء الله مع مباراه اما الاهلي او القادسيه، وهنعرف بكره ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم.